السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر مع بعض وجبة عشاء طيبة وسريعة، وهي الفاهيتا. ورح نحضر الفاهيتا اليوم من بقايا الدجاج المشوي. تابعوا معي وصفتي لليوم. عندي هون بصينية في كمية من الزبدة وزيت الذرة. أول ما يحموا عندي بنزل عليهم كمية من البصل قطعت شرحات رفيعة مع رشة صغيرة من الملح. بقلبهم على نار عالية لحتى تتدبل عندي البصل شوي. البصل اتدبلت وصارت جاهزة. هلا بنزل عليها كمية من الفلفل الأخضر الحار. بقلبهم على نار عالية مدة دقيقة واحدة. وهلا بضيف الفطر المعلب. أنا استعملت هون علبة كاملة قطعتها شرحات رفيعة. بقلب لمدة دقيقتين لحتى ياخد عند الفطر لون بسيط. وهلا بنزل عليهم كمية من الفلفل الرومي. أنا استعملت الألوان هاي، تقدر تستعمل المتوفر عندك. بقلبهم على نار عالية مدة 5 دقايق، وأهم شي تكون النار عالية. الفليفلة صارت جاهزة. هلا بنزل عليها كمية من بقايا الدجاج المشوي. بتقدر تستعملي أي دجاج متوفر عندك. وبقلبهم على نار عالية لحتى يتنكه الدجاج من جميع المواد الموجودة عندي. وهلا بنزل عليهم معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة صغيرة كزبرة مجففة، بالإضافة لمعلقتين كبار من بهارات الفاهيتا. بتقدر تستعمل أي بهارات تانية. ومعلقتين كبار من الخردل، ونص مغلف من الجيمر ليعطيها دسامة قوام كريمي. وبديل الجيمر بكون عندي هون المايونيز أو الجبنة الكريمية. هلا بقلبهم تقليبة سريعة. بطفي النار لحتى تبرد عندي الحشوة بشكل كامل. عندي هون الحشو بردت وصارت جاهزة. وعندي هون جبنة الموتزاريلا أو القشقوان مبروشة. هلا خلينا نبلش نحضر سندويشاتنا لليوم. عندي هون خبزة تورتيلا حطيت فيه كمية من المايونيز. وفوق المايونيز بضيف كمية من حشوة الدجاج اللي حضرتها. لازم تكون الحشوة كتير لحتى تعطي طعم أطيب. وفوق الدجاج بضيف كمية من الجبنة اللي برشتها. تقدر تضيفوا الخس والهالبينو، بس أنا اكتفيت بالحشوة بهذا الشكل. هلا بلف السندويشة بهذا الشكل وبضغطها كتير كويس. هيك صارت عنا جاهزة. وعندي هون نوع تاني من الخبز، هو السمون العراقي. طعمه كتير طيب وكتير بيلبق لهيك حشوات. بفتحه بالطريقة هاي. بضيف فيه كمية من المايونيز الحار. بوزع المايونيز بالتساوي. فوق المايونيز بضيف الدجاج والجبنة. وهيك صارت عنا جاهزة. هلا بنسكرها وبنضغطها كتير كويس. وهيك الكمية كاملة صارت عندي جاهزة. هلا خلينا نبلش نحمصها بالزبدة. عندي هون بصينية كمية من الزبدة. أول ما تدوب عندي الزبدة وتسخن بنزل السندويشات بالصينية بهذا الشكل. بضغطهم كتير كويس. بحمصهم على الوجهين. والكمية كاملة بعملها بنفس الطريقة. والسمون العراقي كمان بنعمله بنفس الطريقة. بالصينية بنحط زبدة. أول ما تحمى عنا الزبدة بننزل السندويشات بنحمصهم على الوجهين. وكتير بنصحكم تجربوا هاي النوعية من الخبز، طعمها روعة. هيك السمون العراقي صار جاهز وتحمص وطعمه وريحته بياخدوا العقل. هلا خلينا نبلش نقدم وصفتنا لليوم. وهيك عشانا صار جاهز وقدمناه بالشكل الحلو هاد. ما شاء الله طعم ومنظر بياخد العقل. والزبدة أضافت طعم كتير طيب للخبزة وقت التحميص. والحشوة طعمها خرافي ونكهاتها بتاخد العقل. وصفة سهلة وسريعة، بنصحكم كتير تجربوها. وهي الوجبة طيب تقدم جنبها المشروبات الغازية. وهيك بنكون استفدنا من بواقي الدجاج وحفظنا النعمة. وربنا يديم الخير على الجميع وألف صحة وهنا.